موضوع الفيديو بتاع النهاردة هو الأبراج اللماحة. الأبراج اللي بتفهمك بسهولة جدا من غير ما تتكلم، أبراج بتلقطها وهي طايرة زي ما بيقولوا. ما بتحتاجش تبذل مجهود عشان يفهمك، ما بتحتاجش تشرح كتير وتتكلم كتير وتقول تفاصيل وتحكي وتتكلم وكده عشان اللي قدامك يفهمك. هو اوريدي من غير ما تتكلم، بمجرد ما بيشوفك بياخد باله من شوية تفاصيل صغيرة كده وبيفهم الحكاية من أولها لآخرها، من غير ما تتكلم، من غير ما تفتح بقك. اول برج في الابراج دي، ولانه برج حساس جدا وبرج بيحس بمشاعر الناس وبيحس بألمهم وبيحس بوجعهم وبيحب يفرح لفرحهم وكده، هو برج السرطان. لانه برج اوريدي المشاعر عنده قويه قوي، احساسه بالناس قوي جدا، دايما بيحس بالناس اللي حواليه وخصوصا لو كان بيحبهم. دايما بيحس بمشاعرهم، بيحس بوجعهم، بيحس بألمهم، بيقف جنبهم، صاحب جدع جدا وداعم، يعني دايما في ظهر كل الناس اللي بيحبهم، سند بجد. فده اول برج، برج السرطان، برج رقم واحد على المشاعر. ومن انا بشوف ان هو من اكتر الابراج اللي فعلا 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 صاحب بجد. صاحب لما تحتاجه هتلاقيه صاحب في ظهرك، في اي مشكله، في اي حكايه هتلاقيه قبلك فيها، هتلاقيه بيحس بمشاكلك وبيعيش مشكلتك وبيدور لك على حلول كانها مشكلته بالظبط. فده اول برج، برج السرطان. تاني برج، ومن اكتر الابراج فعلا اللي لماحه برضو قوي وبتفهمها كده وهي طايره، بس ما بتبينش قوي، يعني بتفضل ان اللي قدامها تسيب له مساحه ان هو يحكي من غير ما تعرفه او تفهمه انها فاهماه وهرشاه. يعني هو برج الميزان. برج الميزان من الابراج اللي بتفهم الناس اللي قدامها كويس قوي من نظره. هو برج الميزان اساسا من الابراج اللي بتفهم قوي لغه العيون. يعني ممكن يبص في عينك يفهم انت عايز ايه، او يعرف انت الكلام اللي بتقوله ده انت فعلا حاسه ولا انت بتقول كلام عشان تداري على حاجه تانية. بيعرف يشوف اللي جوه البني ادمين، بيعرف يقراهم كويس قوي، بيعرف نيتك وبيعرف، يعني مثلا لو انت لسه متعرف على حد جديد من برج الميزان فخليك متاكد ان هو هرشك، قاريك من فوق لتحت، عارف مهما رسمت دور مش دورك هيبقى عارف حقيقتك. فما تحاولش ترسم جو مش جوك مع برج الميزان عشان هيبقى فاقسك قوي. برج الميزان بيفهم جدا في الناس. هو اساسا بيقعد يسمع كتير قوي، من اكتر الابراج اللي بتسمع، بتسمع للناس، بتسمع مشاكلهم. عايز تفضفض، عايز تحكي، احسن حد تحكي معاه وتفضفض له هو برج الميزان. حد يعرف يقف معاك في مشاكلك، يعرف يلاقي لك حلول، يعرف من غير ما يقعد بقى ينظر عليك. يعني لو انت مثلا في مشكله وعملت مصيبه او عملت بلوه وجيت تحكي له، مش هيقعد يقول لك لا انت ازاي تعمل كده، ما انت ما كانش ينفع وانت وانت وانت. مش كده، هتلاقيه بيسمعك ومش بينتقدك ومش بيحكم عليك مش من النوع اللي هو بيبص على الموضوع بشكل سطحي ويقعد يقول لك ازاي تعمل كده وازاي مش عارف. لا بالعكس، هتلاقيه بيقول لك معلش هون على نفسك، معلش كلنا بنغلط، معلش. هتلاقي طريقته بيعرف يستوعب اللي قدامه، بيعرف يبقى شخص مريح في الكلام. مش هتحتاج تحكي وتشرح كتير قوي عشان يفهمك، يعني عشان يحس بيك او يعذرك او يلتمس لك الاعذار زي ما بيقولوا. مش هتحتاج تقعد تبرر لنفسك، بالعكس هو هيعرف يفهمك، لان هو اوريدي بيبقى فاهم شخصيتك، فبيبقى فاهم انت اتصرفت التصرفات دي من انهي منطلق وبدافع ايه. فده برج الميزان. البرج اللي بعد كده واللي بيبقى فاهم كويس قوي ولماح وذكي جدا وبيعرف يشوف كل حاجة حتى لو هو عامل عبيط وعامل مش فاهم، برج الأسد. برج الأسد من الأبراج اللي هتلاقيه يعني لو هو ما يعرفكش كلامه قليل قوي، بيبص بس. يعني انت شخص لسه جديد، لسه أول مرة مثلا تقعدوا مع بعض، هتلاقي كلامه قليل قوي، عينه هي اللي شغالة، عينه هي اللي بتلقط الحاجات. بيسجل سيديهات بقى، يعني بيعمل لكل واحد فايل عنده في مخه في دماغه. كل شخص بيبقى بيتصرف بطريقة معينة، بيقول كلام معين، بيتعامل بطريقة معينة، هو بيقدر يقراه وبيقدر يلمحه وبيقدر ياخد باله من حاجات محدش تاني ممكن ياخد باله منها، وبيبدأ يسجلها في دماغه، يفضل يسيف
معلومات وحطها في الفايل بتاع محمد، معلومات وحطها في الفايل بتاع هناء، وهكذا. بيفضل كل شخصية موجودة يجمع لها معلومات وياخد باله ويقرا التفاصيل ويقرا اللي بين السطور، ويعمل لك فايل كبير قوي كده عنده. بيبقى قالك وفاهمك حتى لو انتوا ما اتكلمتوش دايركت، انتوا مش صحاب، بس هيبقى عارفك وعارف بتتصرف امتى ازاي وبتفكر في ايه وبتتعامل ازاي. بص هيبقى قاريك وحافظك كأنكوا عشرة عمر، حتى لو انتوا مش صحاب قوي. هتتفاجئ بقى ان هو عارفك كده، وان هو حافظك كده، وان هو فاهمك بالشكل اللي انت ما كنتش تتخيله ده لما تبدأ تقرب منه وتتكلم معاه، وتلاقيه مثلا الحاجة قبل ما انت تقولها بيرد عليك بيها، قبل ما تحكي له موقف هو بيكمل لك الكلام، عارف كل حاجة من غير ما تحكي له اساسا. فده برج الاسد. بعد كده البرج برضو اللي لماح وذكي جدا وبيلقط الحاجات ومن غير مجهود، برج الدلو. برج الدلو بيشوف اللي بيحصل قدامه واللي بيحصل من وراه. ما تسألنيش ازاي، هو بيعرف كل حاجة حتى لو هو نايم في بيتهم. هو عنده احساس كده، او بيبقى عنده ادراك أو وعي بيخليه يقدر يبقى عارف كل حد بيعمل ايه فين من غير ما حد يقوله. بيعرف بقى الكلام ده منين، هو مش مشعوذ يعني، بس هو بيبقى من كتر ما قاري شخصية كل حد في الناس اللي حواليه وفي الناس اللي يعرفهم، بيبقى عارف امتى بيعمل ايه فين مع مين وازاي من غير ما حد يقوله. يعني لو انت فكرت مثلا في يوم من الايام تروح تحور على برج الدلو ولا تعمل له حكاية، هو ممكن ما يردش عليك ويقولك انت كذاب او انت بتحور او انت بتقول اي كلام. ممكن ياخدك على قد عقلك وتلاقيه يقول وبعدين رحتوا فين، وبعدين عملتوا ايه، وهو اساسا الحكايه كلها عنده، هو عارف كل حاجه، هو مش مستنيك تحكي له اساسا، وعارف انك كذاب وعارف انك بتحور. فبرج الدلو ما تحاولش ابدا تكذب عليه، يعني انسى ان هو ممكن حد يعرف يحور عليه. بلس ان تعبيرات وشك، هو بيعرف يقرا تعبيرات الوش كويس قوي. لغه الجسد، انت بتتكلم ازاي، دي طريقتك ولا طريقتك متغيره فانت كذاب. الطريقه اللي بتتكلم بيها، تون صوتك. برج الدلو رهيب، يعني بيقدر من تون الصوت يعرف انت بتكذب ولا لا، انت بتحاور ولا لا. طريقتك وتعبيراتك وردود فعلك، كل حاجه في كلامه ونقاشه معاك بيقدر يعرف انت كذاب ولا لا. بيقدر يفهم طبعا اللي قدامه كويس جدا، بيقدر يحس بالناس، عنده احساس بصوا مش طبيعي. يعني لو انت زعلان ومتضايق وقاعد في وسط الناس كلها بتضحك وبتهزر، هو هيبقى عارف انك زعلان ومتضايق. هتلاقيه بيجيلك بيقولك مالك، فيك ايه، انت مش عاجبني، انت متغير النهارده، انت في حاجه مضايقاك، انت في حاجه مفرحاك. اكتر حد ممكن ياخد باله حتى لو كل اللي حواليك والقريبين منك ما خدوش بالهم، هو بياخد باله. بيعرف هو بيعرف. يعني انا ما اعرفش هو بيعرف منين، بس هو بيعرف. بيقدر يبقى عارف اللي قدامه ده فيه ايه، مرتاح في القعده ولا لا، في حاجه مضايقاه ولا لا، غيران مش غيران. ممكن ما يقولش، يعني ممكن يبقى عارف كل حاجه بس مقدر ومراعي ان انت مش عايز حد يعرف فيسكت ويسيبك لما انت تحكي او لما انت تقول. ده برج الدلو. برج ايه بعد كده اللي برضو لماح قوي؟ برج العذراء طبعا، بيلقطها كده كده، بيقرا بصوا. بس برج العذراء ما بيبينش خالص انه فاهم. يعني مش عشان انا ذكي فهتباهى ان انا ذكي، لا بالعكس، انا احسن حد يعمل غبي، يعمل مش فاهم. وده ذكاء. يعني برج العذراء ذكائه بيخليه لما يفهم حاجه يسيب اللي قدامه يجيب اخره، يعني يبقى عارف انك بتكذب ويسيبك تجيب اخرك. هو عامل بقى في دماغه بلان، هيعرف في الاخر يعمل معاك ايه، او ياخدك على قد عقلك، ايه ده بجد والله، وهكذا. ف ذكاء، بيستخدم ذكائه بشكل رهيب. بيعرف ازاي يتصرف في المواقف. يعني بيعرف الموقف ده انا لما اكشف فلان، هل ده التصرف الصح ولا اخده على قد عقله
واحكي معاه بعدين، اتكلم معاه بعدين بعد الموقف ما يخلص. بيقدر يقرا المواقف صح، يعني بيقدر يستنتج من تصرفاتك ومن ردود افعالك ومن كلامك هو المفروض يتصرف ازاي في الموقف ده. فده ذكاء مش طبيعي، ذكاء في التعامل. برج العذراء عنده ذكاء في التعامل بالرغم من انه دبش في اوقات كتير جدا. يعني في اوقات تانية ممكن تبقى مثلا هو فاهم، يعني هو فاهم اللي قدامه بس دبش في وشه. يعني بيبقى فاهم ان انت دلوقتي لازم تسمع الكلام زي ما هو من غير زواق. انت عملت حاجة غلط، لا انت عملت حاجة غلط، انت عكيت الدنيا، انت زفت، انت بتتصرف غلط، انت فتلاقيه بيديك في وشك. انت بتشوفه دبش وبتشوفه كلام قاسي او كلام صعب او كده، بس في الحقيقة هو بيبقى عارف ان ده او الوقت ده انت لازم تاخد الكلام في وشك كده زي ما هو. وفي اوقات تانية بتفلت منه، يعني في اوقات تانية هو بيبقى شخصيته هي اللي بتتحكم قوي. هو اساسا بطبعه ناقد، يعني العذراء برج ناقد قوي. يعني في فرق بين ال النقد والانتقاد. العذراء بيعمل الاتنين. يعني هو بينقد ده لما بيبقى عايز يصلح حاجه، وبينتقد لما تكون الحاجه مش عاجباه. يعني في الحالتين هو بيديك دبش، بيديك في وشك. في ناس تانية ممكن تجمل، يعني الميزان مثلا ممكن يقول لك الحاجه الوحشه بس بطريقه شيك لطيفه. العذراء هيديلك في وشك زي ما هي، مش هيجمل، مش هيجامل، مش هيقول اي حاجه حلوه. زفت انت زفت، فهتلاقيه بيديها لك كده في وشك. فدي المشكله اللي عند برج العذراء. مع ان هو بقى ذكي ولماح، بس بيجي عند الحته دي وما بيعرفش يكنترول، ما بيعرفش امتى يديها لك في وشك وامتى يديها لك على خفيف كده وهو بيطبطب عليك. يعني انت خرا بس معلش، انت زفت بس هتعدي. لا هو ما بيعرفش يعمل كده، انت زفت فانت زفت. فهي دي الحته اللي بتفلت شويه في الذكاء في التعامل مع برج من برج العذراء. لو اتظبطت الدنيا هتبقى جميله. برج الجدي كمان ذكي جدا ولماح جدا. بيعرف يفهم الناس حلو قوي، بيعرف يقرا الناس، بيعرف يفهم اللي قدامه من تصرفاته من غير ما يتكلم، من تصرفاته ومن تعاملاته مع غيره مش معايا. يعني انا مش مستني الشخص يجي يتعامل معايا انا علشان اعرف ده شخص كويس ولا وحش، لا انا مش لسه هتلسع عشان اتعلم. انا هشوف الشخص ده بيتعامل ازاي مع اهله مثلا، مع اصحابه، مع زمايله في الشغل، مع فانا بنيت رأي وبنيت شخصية. فابدأ لما اجي اتعامل مع الشخص ده احط في دماغي كل الاعتبارات او كل وجهة النظر اللي انا بنيتها دي مع الشخص ده عشان اعرف اتعامل معاه بالشكل الصح. كل التفاصيل اللي ممكن تعدي، مثلا كنت بكلمه وهو في البيت فدخل عليه حد من اهله وهو متعصب فقام مزعق، فانا بنيت جوه دماغي وجهة نظر عن شخصية واتيتيود الشخص ده في التعامل مع الناس القريبين منه واللي يهموه. فما بالك لو شخص بعيد هيتعامل معاه ازاي، وهكذا. فالجدي ذكي جدا ولماح جدا. بيعرف يفهم اللي قدامه، وبيعرف بيعرف يتعامل بذكاء قوي مع الناس، بيعرف امتى ياخد منك اللي هو عايزه وامتى يديك اللي هو عايزه او اللي انت عايزه قصدي، مش كل حاجة اللي هو عايزه، بس بيعرف امتى يتصرف وامتى يتعامل، امتى يشد وامتى يرخي. دي حاجة برضو في منتهى الذكاء، انه يبقى عارف لا ده مش وقت قفش فانا هعدي الدنيا، لكن ده وقت لازم اخد فيه موقف، تاخد موقف بناء على ان هو ذكي ذكاء في التعامل فظيع الجدي. برغم ان هما بيقولوا ان هو عصبي قوي وان هو ما بيشوفش قدامه، بس معلش لا، الجدي عصبي بس هقول لك حاجه فكر فيها كده. لو هو مثلا عصبي مثلا بيشوف حد في الشارع بيتخانق معاه وبيزعق له، لكن لو شاف حد غالي قوي عنده هيتحكم في انفعالاته مش هيزعق. ده ذكاء، اللي هو انا حتى ردود فعلي اللي خارجه عن سيطرتي هعرف اتحكم فيها لما يكون اللي قدامي شخص
انا ما ينفعش اتصرف معاه بالطريقه دي في الوقت ده. ممكن في وقت تاني الموضوع يتبلع ويعدي، بس في الوقت ده انا ما ينفعش ارد على الشخص ده حتى لو انا متعصب وجايب اخري، اخد بعضي وابعد. فهو عنده بيعرف يتحكم حتى في شخصيته، يعني عصبيتي الجامده قوي دي عشان مش هينفع تطلع في الشخص ده، هتجنبه دلوقتي، مش هتعامل معاه، هرجع اتعامل معاه لما اهدى. فده برضو ذكاء، يعني ده مش دايما بيعرف يعمل كده يعني، بس ده في حد ذاته ذكاء. هو بيعرف امتى يعمل ايه وازاي، مش فلتة منه على الاخر. يعني مش زي مثلا برج الحمل ما عندوش كنترول، كل الناس عنده واحد مثلا. وده البرج اللي بعد كده الحمل. الحمل من الابراج الذكيه، ذكاء جبار جبار، يعني لماحه بشكل مش طبيعي. يعني انا لو انا قاعده قدام حد من برج الحمل وبس عيني راحت كده وسرحت لحظه، ممكن يعرف انا بفكر في ايه، لان انا قبلها بشويه مثلا كنت بتكلم في موضوع ودخلت وبتاع، وبعدين حصل حاجه وبعدها سرحت، فانا افتكرت الحاجه اللي كنت بتكلم عنها. وهتلاقيه جه، مالك فيك ايه، قولي بس احكيلي. مش هيسيبك في حالك، يعني مش من النوع اللي هو ايه ممكن ياخد باله ويسكت، هيفضل وراك لحد ما تحكي له كل تفاصيل حياتك. هتلاقيه بيشوف، يعني لو انت حكيت له مشكله، اي حد تاني هيبقى بينصح من يعني شاف المشكله وسمع كل حاجه وبيديك نصيحه او راي بناء على اللي انت حكيته. الحمل مش كده. الحمل انت ممكن تحكي له المشكله، هو يشوف حاجات تانية خالص من تفصيلة صغيرة انت حكيتها في وسط المشكلة، ف ياخد باله من حاجة يديك نصيحة هي دي الصح. او يشوف، يعني مثلا انا مرتبطة مثلا وبحكي لواحدة صاحبتي برج الحمل عن خطيبي مشكلة حصلت بيني وبينه. هي مشكلة مثلا اتخانقنا فزعقنا مع بعض فقفلنا، ايا كان السبب. ممكن انا بحكي لها اصل هو قال وانا رديت وقلت وي وي وي، بس في وسط الكلام هي ممكن تسمع كلمه هو قالها في الخناقه، تعرف منها مثلا ان هو بيخوني، او ان الموضوع فيه واحده بنت مثلا، وانا اللي جوه الموضوع ما اشوفش ما اعرفش، ابقى بحكم على الموضوع ان هي خناقه انا وهو بنزعق مع بعض عادي واتعصبنا وانا زعقت وهو زعق والموضوع خلص هنا. بس ممكن رد فعل معين على كلمه معينه حد فينا قالها، الحمل يفهم منه حاجه محدش كان ممكن يتخيلها او يروح لها وتطلع صح. فاي حاجه بيقولها لك برج الحمل، اي نصيحه ينصحها لك، اي وجهه نظر يبدا يلفت نظرك ليها، فكر فيها كويس قوي، حطها في عين الاعتبار، لان محدش غيره هيشوفها. حتى انت صاحب المشكله، حتى انت صاحب الموضوع مش هتشوف اللي هو هيشوفه. حتى لو هو طرف بره، بس بيشوف احسن من كل الاطراف اللي جوه. يعني هتلاقيه فعلا بيحكم بشكل انت هتنده، يعني كل حاجه بيقولها لك. عارفين زي ما مثلا بيقولوا لما امك تحذرك من حد لازم تبعد عنه لانك في الاخر هتتلسع منه وهترجع تقول لها انت كنتي صح. برج الحمل كده. برج الحمل من الابراج اللي فعلا تاخد منه الكلام وانت تبصم بالعشرة ان هو صح. اي حاجه هيقولها لك هتلف الايام وهتطلع صح. زي مثلا لما صاحبتك من برج الحمل تنصحك نصيحه وما تعمليش بيها وترجعي تندمي، ترجعي تتاكدي ان هي كان معاها حق وكانت صح. فبرج الحمل خدوا منه الكلام كده، يعني ابصموا بالعشرة انت صح، يعني انت شايف اللي محدش شايفه. مش لازم يعني مش لازم تاخدوا الكلام وتنفذوا، بس عدوه على مخكم، فكروا فيه، ما تاخدوش وترموه. انتوا الخسرانين، يعني لو خدت الكلام من برج الحمل ورميته انت الخسران. فكر فيه شويه، عديه على دماغك، هتلاقي فيه صح، هتلاقي كلامه صح. اعتقد كده دي كل الابراج الذكيه ولماحه. ممكن ممكن برج ايه كمان؟ حمل، سرطان، اسد، ميزان، عقرب.
برج العقرب لماح بشكل مش طبيعي. هو اصلا خلق ليرى ما لا يراها الاخرون. بجد العقرب تفاصيل التفاصيل عنده، كل نفس وكل حرف وكل حاجة بتحصل واخد باله منها كده. الحاجة بيقراها وهي طايرة، اللي هو مش طبيعي، مش طبيعي. بيشوف كل حاجة. برج العقرب من الأبراج الديب قوي، بتحس قوي ومشاعرها قوية جدا، وفي نفس الوقت دماغها شغالة ليفل الوحش. كل حاجة عندهم كتير، يعني كل حاجة عندهم للإكستريم، تفكير للإكستريم. من الناس اللي هي هتتجنن من كتر التفكير. يعني ما يعرفش ينام، هتلاقيه بيكلم نفسه وهو نايم. يعني ممكن يقعد يكلم نفسه وهو صاحي وهو نايم. تدخل عليه تلاقيه قاعد عايش قصة مع نفسه وأفكار وكده. فلا، برج العقرب ربنا يكون في عونه بجد. هو دماغه يعني ما تلاقيه هو قاعد مع دماغه، سيبه ما تقربش منه، لان هو بيبقى في ليفل او في حته وحشه قوي، يعني وحشه قوي من كتر التفكير. الموضوع مرهق، هو نفسه ساعات بيتعب من كتر ما دماغه ما بتفصلش. لا، سواء العقرب او العذراء الاتنين عندهم مشاكل في حياتهم بجد بسبب كتر التفكير. صداع بقى طول الوقت ووش وضغط هو اساسا لو الحياه كده ما فيهاش حاجه يفكر فيها، هيفكر هو ليه ما بيفكرش دلوقتي. هو ايه المشكله اللي عنده اللي مخلياه دلوقتي ما بيفكرش؟ انتوا متخيلين هو واصل لحد فين؟ كتر التفكير ده مع الاحساس والروحانيات بقى، والحته اللي هي بتاعت الحاسه السادسه واحساسه القوي ده، فالاتنين مع بعض عاملين ميكس مخليه بيشوف يعني الشخص الوحش مهما حاول يدعي ان هو كويس، العقرب فأسه. الشخص اللي عارفين لما حد يقعد يتقمص شخصية مش شخصيته او يعيش دور مش دوره، العقرب بيبقى اكتر حد قفشه وقريه من A to Z. صعب قوي 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 حد يعرف يضحك على برج العقرب او يخدعه او يكذب عليه. برج العقرب ما يعني انت مثلا لما تحكي له، هو ما بيسمعش اللي بتقوله ببقك، هو بيعمل 100 معيار عشان يحكم على حاجة. تصرفاتك معاه وتصرفاتك مع الناس وكلامك مع الناس والطريقة اللي بتفكر فيها وطريقتك مع أهلك وتصرفات، قصة طويلة عريضة بيعيشها عشان في الآخر لما تيجي تحكي هو يعرف يبقى فاهمك. هو بيحط نفسه مكانك في كل المواقف والأوضاع. يعني هو بيشوف انت لو في الموقف ده هتتصرف ازاي، ولو في الموقف ده هتتصرف ازاي. من كتر ما بيفهم اللي قدامه وبيحفظ شخصيته، بيحط نفسه مكانه وبيعرف هو ليه تصرف التصرف ده في الوقت ده وليه ما تصرفش كده في الوقت ده. بيسمع حلو قوي وبيفهم حلو قوي وبيعرف يحط نفسه مكان الناس حلو قوي. بيعرف يعيش شخصية الناس عشان يحكم عليهم. يعني مثلا انا شخص كعقرب، مثلا شخص بحب الناس تبقى مشاعرها قوية، بحب الناس اللي تبقى قريبة قوي، تبقى عميقة قوي، تبقى علاقتنا بيهم قوية. بس في شخص تاني ما بيحب، ملوش في الريليشنز القوية دي. فلما يجي يحكم على مشكلة خاصة بالشخص ده، لازم يهيئ نفسه ويحط نفسه مكان الشخص ده علشان يشوف هو مكانه بيتصرف ازاي. مش بيحكم بشخصيته وبطباعه وبنفسه، بيعرف ازاي يجرد نفسه من الموضوع ويحط نفسه مكان الشخص ده عشان يقدر يديله نصيحة، عشان يقدر يشرح له حاجة، عشان يقدر يفهمه في تصرفاته وفي مواقفه، ويلاقي له مبررات هو ليه كده بيتصرف بالطريقة دي في الوقت ده مع انه المفروض يتصرف بالطريقة دي. فبيبدأ يحط نفسه مكان الناس وبيلقطها بسرعة. يعني بيعرف يلقط. عارف لو انت مثلا وشوشت اللي جنبك كده على حاجة بصوت واطي جدا، العقرب هيبقى عارف انت بتوشوش بتقول ايه ازاي، معرفش، بس هو هيبقى عارف ليه؟ لان هو حافظك، هو حافظ شخصيتك وعارف انت بتتكلم ازاي وبتعمل ايه وبتروح فين وبتيجي منين
وبتفكر ازاي، كل حاجه بيبقى عارفها، فبيبقى عارف دلوقتي انت لما جيت توشوش، انت بتوشوش بتقول ايه، بس لدرجه ايه لما تتصرف تصرف معين في موقف هيبقى عارف انت بتتصرف كده ليه. فده بالنسبه لبرج العقرب. وكده اعتقد هي دي كل الابراج اللي لماحين وبيلقطوها كده وهي طايره و... وبس. واشوفكم بقى في فيديو تاني. باي باي.